سالم، خلينا نتكلم عن تكريمك الأخير اللي حصل من خلال مسابقة رواسي. يمكن خلينا نمر بالتكريم هذا. يمكن حصلت باستفتاء من مجلة جينز ومجلة الديرة كأفضل شاعر خليجي أو شاعر كويتي. وهم خلينا نتكلم بالموضوع تكريمك وشعورك أنه وصل الشاعر لهذه المرحلة. أنا أوجه طبعا الأستاذ محمد العيار رئيس نوجه له أجمل مجلة الديرة، وطبعا استفتاء، والرجل لا يعني ما في علاقة بيني وبين إلا أنهم عملوا استفتاء وكرموني في هذا الشيء. وأستاذ خالد البرغش مجلة جنز، يستاهل أجمل التحية زميل خالد البرغش. وأتوجه إلى الأستاذ نواف بن دمخ في رواسي، فايز بن دمخ على هذا التكريم. بالعكس هو جميل أنك تكرم وأنت حي. احنا العادة نكرم دائما الأموات يعني للأسف، وتجد حتى الأموات اللي كانوا ينتقدونهم يستضيفونهم ويمدحون عطاءاتهم. هذا شيء يعني مؤسف. الطاقة الإبداعية متى ما تواهجت أكرمها وهي حية. سالم، ترى هذا الموضوع مو بس بالشعر، يعني دائما احنا نكرم الأموات يعني مو كما قلت في كل مجال. يعني إن شاء الله أنهم يلتفتون نفس هذا الالتفات الجميل من فايز. هذه اللي أنا لمستها، أنه يعني فايز بن دمخ والأخوان انهم كرموا يعني. وفايز بن دمخ يعني مع احترام للاخوان الاخرين صراحه سوى شيء يعني يشكر عليه، ولا زالت يعني الاصداء موجوده. انه كرم، مو كرمني انا بالنسبه لي، كرم جيل الثمانينات وجيل العطاءات وجيل الشعر اللي احنا امتدينا يعني تكريم حلو. يمكن سالم الوقت يداهمنا وطفنا الوقت، لكن لما الحين ما ارتوينا ولا المشاهدين ارتووا شعر لك الحرية. والله أنا بالنسبة لي ودي تختم بالجراح. أنا بختم قريبة من الجراح بقصيدة هي أنا أحبها كثير صراحة. لك الحرية يا سالم. يقول: حبيبي تجيني طيف يا عمري على جنحان شوقي لك، أخاف أرمش من عيوني وبعثر صورة وصالك. تجيني طيف يا عمري على جنحان شوقي لك، أخاف أرمش من عيوني وبعثر صورة وصالك. حبيبي لا تجيني، قول وين أنت وأنا أجيلك. أبيك تقول وين أنت وعلى عيوني أنا أسعالك. وربي فوق رؤوس الشوك لخلي القلب يمشي لك، وخلي ظلالي يسبقني قبل يحضني من زالك. ثواني بس أبى أتهندم من عيونك وبهديلك، في عينك ضحكة حتى تكحل عين عذالك. يقول الناس بغيابي تشب القلب ويضويلك، حنيني ومن وهد شوقه يميل القلب لامالك. قضى دمعي من عيوني أبي من عينك أبكيلك، أخاف أبكي من عيوني وبعثر جية وصالك. قضى دمعي من عيوني أبي من عينك أبكيلك، أبنثر من وراء عيونك دموع عيون ترحالك. تعب تهرب من الأشياء البسيطة من تفاصيلك، تعب تسأل زوايانا عن أول وآخر أحوالك. وحتى الشوق من صبح الدرايش قام يهديلك، عصافير الرضا ترفرف على بيبان مدخالك. هنا ترمي صباح الخير قبل تروح وادعيلك، وهنا تضوي مساء الخير في عيني من هلالك. حرام الليل ما هو ليل إذا ما كنت في ليلك، وحرام الصبح ما هو صبح إذا ما كنت بظلالك. تروح وقلت أحط روحي على كفي وناديلك، نزعت الروح من شفت الغلا بالروح نادالك. بربك قول وش سوى الفراق بوجه منديلك. تسيل الوان طيفي فيه إلى من البكاء سالك. حبيبي لا يبكيك الفراق ولا يهد حيلك. حبيبي لا يبكيك الفراق ولا يهد حيلك. أخاف الدمع من عينك يجفف صورتي ببالك. بربك قول وش سوى الفراق بوجه منديلك. تسيل الوان طيفي فيه إلى من البكاء سالك. حبيبي لا يبكيك الفراق ولا يهد حيلك. أخاف الدمع من عينك يجفف صورتي ببالك. تعال احتاج اسولف لك عن الأيام واشكيلك، وافض غيم الحزن وانثر حنين الشوق بقبالك. تعال وحط في قلبي
هموم الفرقة واشيلك، لأن القلب ما هو قلب إذا في نبضة ما شالك. وقف دمعي من عيوني، أبي من عينك أبكيلك، أخاف أبكي من عيوني وبعثر جية وصال. على هذا الإحساس الجميل، الله يسلمك، على هذه القصائد أمتعتنا والله، والوقت مر وياك سريع. على عجالة. طبعا ما أستغرب لأنك شاعر جميل وكل قصائدك جميلة. يمكن كثير في اتصالات قاعدين يكلمون الأخوان على الهواء، لكن ما نقدر نفتح المجال على الاتصالات. يمكن مثل شايفين الوقت يمر بسرعة، وهم المسجات طلبات، يعني نعتذر من كل من قاعد يتصل أو من قاعد يرسل مسجات. سالم، كلمة أخيرة توجهها وعلى عجالة لمحبينك ولمتابعينك عبر تلفزيون سكوب. قبل الكلمة الأخيرة، أنت تدري مكانتك عندي خالد، إطلالتك طيبة ورائعة، وأتمنى يا رب أنك تتوهج للأكثر. أنا أحمد الله أني قطفت أول الضوء الإعلامي في ظهورك. الله يجزاك خير. وهذا على شرف فكرة والله لي يا سالم، شرف يعيشني عمر فيه، لأن من ضوء آل شاهر، وأنت تدري شنو مكانتك عندي يا خالد. أسأل الله لك التوفيق. ثاني شيء، أشكر جميع طاقم هذا البرنامج، وجميع يعني وطاقم البرنامج هم أسس قناة سكوب. أشكرهم جميعا على تواجدي. أنا أقول للمشاهدين مثل ما كنت أقول، اللي يبي يبحث عني أحيانا ما يجدني بالإعلام، لأني رجل مرات تجدني ومرات ما تلقاني، يعني أختفي اختفاء يعني مفاجئ. عندي مثل ما قلت لك الأستاذ نايف الرخيم، أوجه له مساء، يدير هذا الموقع. جميع الشعر موجود في موقعي، وهو الموقع الشخصي لي salimsayar.com. واتمنى اننا ان شاء الله اننا متعنا جوهم وما جرحنا احد ولا ضايقنا احد. وانا مستعد يعني خصوصا بالصيف، واول الصيف للشعب الكويتي خصوصا يعني، والعامة ذويقين الشعر، اني انا اكون ضيف هنا وحاضر يا خالد. كل الشكر لك سالم سيار، كل الشكر لضيفنا الشاعر سالم سيار الذي أحيا أمسيتنا في هذا المساء الجميل. وكل الشكر لكم أنتم متابعين ومشاهدين تلفزيون سكوب على هذه المتابعة المميزة. نشكركم، وهم نشكر كل من تواصل معنا عبر المسجات أو في الاتصال. نشكر طاقم البرنامج اللي ويانا متواصلين من المصورين، الطاقم الفني. تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج هذا العمل نايف شاهر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج رواسي الشعر. انتظرونا الجمعة القادمة، ومع ألف سلامة.